السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كامل بخير. وليت لكم مجددا مع سلسلة حلويات العيد، واليوم ان شاء الله راح ندير معاكم وصفة المشوك الجزائري. هذه الحلوة اللي ما نقدروش نستغناو عليها حنا كجزائريات في العيد. وصفة من أروع ما يكون. كنت ديجا درتها معاكم في القناة عندها 3 سنين. وصفة اللي ما نقدرش نبدل في مقاديرها، من أروع ما يكون. يجي هشيش وخفيف ومعسل للقلب. يا البنات لازم تروحوا تجربوا هذه الوصفة. نروحوا مع بعض نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. نبداو كأول خطوة. عندي 250 غرام مارغرين على حرارة المطبخ، واللي تحب تضاعف المكونات دير 500 غرام. ونضيف لها السكر ناعم، يعني درت كاس ماشي معمر. الكاس اللي قست به 250 مليلتر. ونخلط مليح المكونين حتى نتحصل على قوام يكون متجانس. البنات انا خلطت غير بالمغرف، واللي تحب تستعمل الباتور تستعمل الباتور، يعني غير بالمغرف يكفي. هنا نجي نضيف 5 صفار بيض. والوصفه الاصليه تسحق غير 4 صفار بيض، بصح انا كان البيض تاعي صغير على بها لي درت 5 صفار. يعني سيداتي حبيبتي، انت البيض تاعك واذا كان كبير ادي غير 4 صفار يكفي. هنايا في هذه المرحله بعد ما تخلطوا كامل المكونات مليح، نجي نضيف كاس ماشي معمر نشاء الذره ولا المايزينا، وكاس معمر كاوكاو يكون محمص ومرحي، يعني كان خليط بين الكاوكاو المرحي يعني مليح بودره وكاوكاو مدشش رقيق. ودرت قرصه ملح باش نعدلو بها الذوق. ودرت تاني 2 مغارف صغار لافاني ولا ديرو مغرف كبيره. نخلطوا كامل هذوما المكونات حتى نتحصلوا على هذا القوام. وهنا نروحوا للمرحله الاخيره اللي نديروا فيها الفرينه. البنات روحوا لها غير بالعقل، هكذا لاباط تاعكم باش ما تخرج لكمش يابسه، وكي تجي تشكلي المشوك تاعك يولي يتفتت لك. الوغ روحي غير بالعقل. كيما شفتوا هنايا البنات مع الاول درت 2 كيسان معمرين. هنايا ضفت لهم خميره كيميائيه. فوالا شتو الكاس اللي قصت به المايزينا والسكر الناعم والكاوكاو، هذاك هو الكاس اللي راني نقيس به الفرينه. نخلط كلش. فوالا دوك نزيدو الكاس الثالث غير بالعقل يا البنات. هنايا باش نشوفوا شحال يرفد الماء. اكيد كل وحده على حساب الفرينه تاعها واذا تشرب ولا ما تشربش. هنا كيما راكم تشوفوا راني نضيف غير بالعقل ونحرك، نضيف غير بالعقل ونحرك يا البنات ما تعجنوش. فوالا حتى نتحصلوا على العجينه اللي رانا نحوسوا عليها، يعني تكون طريه. فوالا ماشي تكون طريه بزاف ماشي تكون يابسه. يعني وعلاش راني نقول لك ما لازمش تكون طريه بزاف. كي ديريه في الفرن باش يطيب الحبه تاعك تعاود تحبط لك، يعني ما تقعدلكش واقفه والشكل تاعها كامل يروح. هاوليك العجينه اللي تحصلنا عليها، وشوفوا كميه الفرينه اللي قعدت لي من الكاس الثالث، يعني حوالي 2 مغارف. بعدها مباشرة نجيب الميزان باش نوزنوا الحبات تاع المشوك. كما راكم تشوفوا انا وزنتهم 30 غرام. الحبة تخرج لك الله يبارك تعمر لك العين. ومن المستحسن ما تخليش لاباط تاعك تريح كامل. نعرفوا بلي العجينة تاع الكاوكاو تنشف تمتم. على هذه لازم ما نستناوش ونوزنوهم رابيدمون. المهم حبيباتي بعد ما كملتهم كامل شوفوا لي خرجوا لي الله يبارك 40 حبة الله يبارك. وهنايا حبيت نوري لكم الكاوكاو كيفاش يجيكم بعد ما حمصتو ورحيتو وغربلتو. كما قلت لكم نرفدوا هذا الخشين وهذاك الرقيق وهذاك الغبره نديروه في لاباط. ونروحوا للمرحله الاخيره. نجيبوا بياض البيض اللي كنا نحيناه من الصفار اللي استعملناه في لاباط. نديروا الحبات تاع المشوك لداخل ونزيدوا نديروهم في الكاوكاو المدشش. فوالا بهذه الطريقه. حاولوا كيفاش ترفدوا الحبات بالفرشيطه هكذا، هذاك البياض الزائد كامل يحبط. وندخلوهم في الكاوكاو، على خاطر لو كان ترفدوهم بالبياض هذاك الكاوكاو يتشمخ يولي ما يلصق لكمش في الحبات. راكم فهمتوني؟ فوالا دوكا هنايا نحكموا الحبات تاعنا ندوروهم هكا بيان باليد باش الكاوكاو هذاك يدخل لهم كامل من جميع الجوانب، وتجي الحبات تاعكم معمره كامل بالكاوكاو. فوالا وهنايا حبيباتي بعد ما نشكلوهم نديروهم في لي كيسات.
انا درتهم في هذوك لي كيسات اللي يدخلوا للفرن، يعني يتحملوا درجه الحراره، يجوا كي شغل بابي كويسون. البنات ننصحكم تخدموا بهذوما خير. فوالا هنا بعد ما شكلتهم كامل دوك ندخلهم للفرن بعد ما كنت سخنته على درجه حراره 180 درجه مئويه. وكيما نقول لكم دائما كل وحده تعرف الفور تاعها كيفاش يطيب. هنا حبيباتي بعد ما طابوا لي شوفوا الله يبارك اللون تاعهم كيفاش خرج موحد. بيان سور البنات نتوما كي تدخلوهم الفرن اذا عندكم فونتيلي اللهم بارك، اذا ما عندكمش بعد ما تشوفوهم حمار شويه من التحت طفيولو وزيدوا شعلوا له من الفوق، اكيد تعسوه هكذا باش ما يتحرق لكمش هذاك الكاوكاو. نروحوا دوكا للتعسال هكاك سخونين، نجيبوا العسل يكون بارد، يعني ما ديروش العسل سخون والحبه تاع المشوك تكون سخونه، لا لا هكاك هو سخون. نجيبوا العسل بارد على حراره المطبخ، نفرغوا من الفوق. يعني انا كما راكم تشوفوا درت قيس مغرف معمره تاع ماكله. فوالا يجيكم معسل كما يحب الخاطر، اكيد كل وحده كيفاش تحب. كاين اللي يحبوا يعسلوه يجي يقطر، وكاين اللي يحبوه يعني ما يجيش هكاك معسل بزاف بزاف، يعني ينقصوا شويه الحلاوه. وشوفوا لي النتيجه الله يبارك، خرج يعني ما شاء الله يا البنات. صدقوني يزيد يتعسل ويزيد هذاك اللون، يعني يزيد يتفونسا شويه يخرج لكم ما شاء الله. شوفوا النتيجه ويجي مشقق شويه. هذاك هو. شوفوا السر تاع التشقاق هذا يا البنات هو العجينه كي تخرج لكم يعني طريه ماشي يابس، لو كان جا يابس ما يتشقق لكمش. وكلمسة أخيرة والمرحلة اللي نحبوها كامل مرحلة التزيين، نجيبوا لي سوريز نقسموا الحبة ونزينوا المشوك تاعنا. حبيباتي نقول لكم لحقنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يا ربي تكونوا استفدتوا وتروحوا تجربوا كامل هذه الوصفة. نقول لكم ناجحة 100% يا البنات، ما تخافوش كامل جربوها وعينيكم مغمضين. دمتم في رعاية الله وحفظه، استنوني في الوصفات الجايين إن شاء الله. بقوا على خير، تهلاو بزاف في روحتكم، سلام.